السلام عليكم ورحمة الله. رحنا هنا اليوم واقفين باش نبينوا لوزارة التربية الوطنية باللي رانا رافضين الإجحاف اللي راه بحق موظفي المصالح الاقتصادية وحق الإهمال هذه الشريحة الهامة اللي هي تشكل جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ولا نحتاج باش نثبتوا هذا الشيء وما نحتاجوش باش نبينوا لهذا الشيء لأي كان. الوضع واضح من اللي قلعنا في التكوينات، المقتصد هو بروفيلو. اذا احنا وقفنا اليوم باش نبينوا باللي رانا وراء المطالب نتاعنا، وان شاء الله ما غاديش نتخلاو عليها الا نديوها كامله غير ناقصه كامله. ربما الناس يخمم ويفكر باللي كما بعض التعليقات يقول المعركه الحاسمه، لا، هذه واحده من المعارك. إذا استلزم الأمر باش يكون عندنا وحدين اخرين لازم نكونوا حاضرين بنفس القوة بنفس الحماس بنفس الشيء. معناه ماشي ربما نجيبو، ربما يكون تأخير، ما خصناش نفشلو. لو كان تجيو نجمعوا الأحداث نصيبوا هاد الحركية راها عندنا من 2008 وجي جاي. إذا ما خصناش نفشلو دروا. أخذنا بعض الأشياء، مازال باقي بزاف امور واحد اخرى. حنا نتمنوا باش الجماعه يكونوا وراء النقابات نتاعهم، تجمعت حول راي واحد وحركه احتجاجيه واحده ونفس المطالب الاساسيه واللي هي اللي متعلقه فيما يخص القانون الخاص وما يخص المنح والتعويضات. اذا نطالب، والمطلب الاساسي وهو علاقتنا المباشرة بالسلك التربوي واللي هي المنحة البيداغوجية، هذه أساسا. والمطالب عدة أخرى متعلقة بالمهام الملحقة للمسير المالي، مثل التسيير الملحق تاع المؤسسات، تسيير الكتاب المدرسي، منحة التمدرس الخاصة، إلى عدة مطالب أخرى. استفادة من منحة التأطير، الأسلاك التأطير وليس للمديرين فقط. كمطلب آخر إعادة تحيين مهام المسير المالي في المؤسسة التربوية، لأنه القرار اللي كان يسيرنا بدأت يضيفوا ليه عدة مهام، ولكن كيفاش نقولوا حنايا غير بالوحدة. لو كان جيت تقيس هذاك القرار اللي يحدد المهام تاع المسير المالي فيه صفحة، لو كان نزيدوا له تسير كتاب مدرسي غادي يولي فيه جورنال، ولكن المقابل ما كان والو. زيد المهام بصح ما تزيدش. وقفة احتجاجية لنا في اليوم مديريات التربية في حالة عدم استجابة الوزارة وفي حالة عدم ورود أي جديد، فإنه آليا الإضراب يكون يوم الأحد 14 سبتمبر ليوم متجدد آليا، معناه إضراب غير محدود إلى حين استجابة الوزارة أو إشعار آخر من المكاتب من اللجان الوطنية الثلاث. لأن كما قلنا هذه الوقفة وهذا الإضراب راه جاي باتفاق من نقابات ثلاثة. المقتصدين الآن راهم متوحدين، بغض النظر عن النقابات راهم متوحدين. ما لازمناش حتى واحد فينا يكون مسؤول على التفريقة، لازم يحاسب كل واحد روحه، ما يكونش مسؤول على التفريقة وما يكونش مسؤول على زرع نوع من الخوف في الزملاء ولا. لأنه ربما نلاحظوا بلي الحضور تاعنا راه قليل هنايا، ولكن نأكد لكم بأن المستجيبين أكثر من هذا بكثير. النسب المئوية تجاوزت، يعني هنا راني نكون متشائم عندما نقول 80% من الاستجابة في الولاية نتاع تلمسان، هنا راني متشائم. نسبة أكثر من ذلك بصح ماش نقولوش باللي رانا نروجوا إلى آخره. بالنسبة للأنباف حسب المعلومات اللي عندي استجابة تامة 100% للنداء نتاع النقابه. اليوم الثاني كلا كاع الناس راهم هنا. اذا حنا نتمناو هذا يطول، حنا نتمناو هذا ما يكونش جماعه نتاع الجي تي زملائنا. لا بالطبع هذا التوحيد هذا ما خصناش اي واحد فينا يكون سبب في التفريق نتاعو لحسابات ضيقه او حسابات شخصيه او حسابات نقابيه ضيقه. راه عندنا بيان موحد، هذه قوه اللي نعتز بها. ثانيا ما خصناش نفشلوا، معناه في حاله اذا استمر الاضراب يوم الاحد ان شاء الله سوف تكون وقفه احتجاجيه يوم الثلاثاء المقبل في نفس المكان. حنا نتمنوا الجماعه يهضروا مع الزملاء تاعهم باش يكون الحضور اكثر،
باش يكون باش الصوت نتاعنا يوصل، لانه ما يوصلش يكون كبير باش تبان الصوره نتاعنا. انا الحاج سامعك. كشرانا جدا. غير استعدوا واليامات غادي يكونوا عصيبه هاد من 14 ليه. وانا سميت هاد 3 ايام اضراب 3 ايام بدايه البدايه. يعني البدايه غادي تبدي من 14 ساعه. والله يعاوننا ويعاونكم. اليوم رحنا نبينوا الالتزام نتاعنا بالمطالب نتاع النقابات الثلاث، ولو كان الحضور واضح، الاغلبيه اللي حاضره راها واضحه، ولكن كما قلنا يوم الخميس استئناف العمل، ولكن كما قلت الناس تحذر منه البدء في منحة المدرسة الخاصة، لأنه سوف يكون من الصعب توقيفها وسحب المبلغ لأنها مسؤولية كبيرة. ثالثا عدم الاستجابة للمضايقات اللي ممكن تكون من أي مصالح كانت، مديرية التربية أو دائرة أو مصالح الأمن إلى آخره، لأننا نقابيين ولأننا تحت غطاء نقابات وحقنا القانوني وهو نمارس حقنا القانوني، ولا أحد يستطيع أن يملي علينا ما نفعله، ولا أحد يعطينا دروس في الوطنية وحب البلاد. إذا باش نكونوا في الصورة نكونوا واضحين، احنا ما كناش نوصلوا لهذا الموقف لو كان الوزارة كانت خدت باعتبار المطالب نتاعنا، ولكن عدم الاهتمام المبالغ فيه يعني الفاضح هو اللي لزمنا باش نتحركوا، ولازمنا كي نتحركوا بقوة ونتحركوا بيد وحدة. نطلبوا من الزملاء يكونوا على اطلاع عن طريق الانترنت، عن طريق مختلف وسائل الاعلام على المستجدات. ثانيا درنا صفحات نتاع الفيسبوك خاصة باللجنة الولائية للمصالح الاقتصادية تحت لواء الاتحاد لامباف خاصة بنا. إذا الزملاء اللي عند التعليقات سوف نسيو نشروا فيها البيانات، أي مستجدات تكون تماك الناس وسيلة إضافية، لأنه كاين الوسائل وسيلة إضافية باش نطلعوا على المستجدات، وحنا نتمنوا الخير. فيها الموقع الولائي نتاع المكتب الولائي الاتحاد، راه كاين موقع خاص وموقع له ثانيك على الفيسبوك، راه فيها المعلومات كافة، الانسان يطالع باش يكون على. الا بغيتوا راني داير هنايا 3 قوائم نعمروها بالسياسة. اولى خاصة بالحضور، ثانية خاصة بالاضراب، ثالثة خاصة بشبه حوصلة العملية تسجيلات الكتاب المدرسي و3000 دينار في الراهة واسطة. يعني كل مسير مالي غير دي بورسونتاج، يعني حاجة خفيفة باش نكونوا عندنا إلمام بالوضعية العامة كيفاش راه. ختاما نتمنى الجماعة باش ما يكونش هذا الأمر يسيروا غير الحماس، معناها نجيو نهار نوقفوا وإلا ما كان والو يمشيو نوضنا وما درت لنا والو. لا، عندما يتطلب الامر باش نتحركوا نكونوا واجدين 100% من الطاقه نتاعنا اليوم وغدوه في الاضراب، ويوم 14 الى نجم والى اكثر من ذلك اذا تطلب الامر. ما نكونوش حماسيين. وشكرا على الحضور والسلام عليكم.